السلام عليكم. اهو نسأل واحد برضو من عامة الشعب، ايه اخبار الادوية واسعارها يا ابو حميد؟ غالية يا مستر ومش موجودة أصلا. طب ايه الحل؟ طيب ما احنا لازم نلاقي حلول. الصراحة مش عارف يعني. اه، انا اقول لك الحلول بقى يا ابو حميد. احمد ده صديق وحبيبي. الحلول يا جماعة ان احنا نرجع للاعشاب زي زمان، زي ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع نتعالج ونتداوى بالاعشاب. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة لازم يبقى في تكافل بيننا. يعني احنا هنتكلم بس في الأدوية. اللي عنده دواء زيادة في البيت وما بياخدوش، أكيد أنت مثلا جبت علبة دواء مضاد حيوي وخفيت وباقي الشريط، رجعه الصيدلية أو وديه المسجد. وديه المسجد، الحاجات دي تطلع لله، ما يترميش أو بعد كده يبوظ. لازم كلنا نفكر في أفكار جديدة نساعد بها بعضينا. النهارده أنت قادر تشتري الدواء، غيرك مش قادر يشتريه. فاصبح ان العلاج بقى اللي عايز يعيا دلوقتي لازم يبقى معاه فلوس. معكش فلوس ما تعياش. اه، فحل القصه ديت من ضمن الافكار اللي الواحد بيفكر فيها. كل البيوت سواء غني او فقير يا جدعان، الله يرضى عليكم، اللي عنده دواء باقي ما يرموش في الزباله. يروح لشيخ الجامع، يقول له يا شيخ الجامع انا عندي المضاد الحيوي ده، عندي ده بقى من دواء السكر، عندي ده، عندي بقى من دواء العظم ده، عندي دواء قلب ده، عنده. وكل واحد يروح. والناس اللي معهاش فلوس تشتري يا عيني دواء، او ظروفها تعبانه او مش قادره تدفع حق الدواء، تروح الجامع تاخد. يبقى احنا بنسلم الحاجه لحد امين. على فكره التكافل مش في الادويه، ده في كل حاجه يا جماعه. مفيش بيت الا لما بيرمي طبخه في الزباله. ليه ما نودوش في مكان؟ يعني كل منطقة يبقى ليها مثلا واحد موجود. مش لازم المسجد. كل ما عشان لو حد مسيحي برضه ظروفه على قده يلاقي، ما يكونش متضايق ان هو يخش المسجد ولا حاجة. نجيب تلاجة. يعني كل منطقة، اكيد كل منطقة فيها، حتى لو واحد متأثر الحال يدفع 50% من تلاجة شفافة كده، ويجيبوا الحاجة يحطوها. اللي عنده أكلة قديمة يحطها، اللي عنده رغيفين عيش مش عايزهم يحطوهم. الكلام ده مهم جدا دلوقتي. ويسيبوا التلاجة يوقف عليها واحد بس للتنظيم، والناس اللي معهاش تيجي تشوف وتدور. دي فكرة من الأفكار يا جماعة، لأن الأدوية ما بقتش موجودة، ما بقتش رخيصة. الأدوية عمالة تغلى بطريقة غير طبيعية. يبقى احنا لازم نقف جنب بعضينا. انت يا عم الحاج اللي بتسمعني، الله يخليك، اكيد في عندك في علبة الادوية ده وانت مش عايزه، ما تروح توديه لشيخ الجامع او تحطه في حتة مرئية او توديه لصيدلية بتطلع لوجه الله. لازم نساعد بعضينا، والا بعد كده احنا هنهبر بعضينا. يعني احنا بعد كده الناس بعد كده تخش تاكل الناس، ان احنا نقعد ناكل في بعضينا. يعني لازم يا جماعة نتكافل مع بعض. ده حاجة من الدين ومن الاسلام. يعني خليك في عون اخيك المسلم، ربنا هيكون في عونك. هتساعد اخ مسلم مسيحي اي حاجه، ربنا بيديك الخير عليه. فالله يخليكم يا جماعه، فكروا مليون مره قبل ما ترموا حاجه في الزباله. اي حاجه عندك، جلابيه قديمه طلعها لحد. شكرا.